مساء الخير. النهاردة هنعمل مربى البرتقال وكيك من البرتقال. بجد وصفتين سهلين خالص. دلوقتي طبعا البرتقال كتير جدا، فهنستغله ونعمل منه وصفتين في منتهى الجمال. اول حاجة المربى بجد طالعة تحفة، اتمنى تضغطي لايك للفيديو ده علشان يروح لكتير من المتابعين. اول ما حاجة معايا دول كيلو الا ربع من البرتقال. انا ببدأ كده هقشر البرتقانة دي اوريكم ازاي انا خدت لحم البرتقال كده. ببدأ اقشرها كده، اقشرها واشيل كل القشور البيضة بالسكينة. طبعا السكينة تكون معاكي ايه كده، بصي حامية كده، وتبدأي ايه تشيلي كل القشور البيضة. هي طريقتها في منتهى السهولة خالص، سهلة خالص. ببدأ اشيل كده كل القشور البيضة، وهشيل الجزء الاخير ده كده، واللي في الفواصل، عشان تاخدي نتيجة مربى طعمها حلو قوي. بجد هتعجب اولادك. هبدأ اقسمها بالنص كده، واشيل برضو الحاجات البيضة اللي في الوسط كده بالسكينة كده. خلاص ده لحم البرتقانة زي ما انت شايفة كده، شايفين كده. وهبدأ اقطعه كده برضو في النص التاني، برضو هعمل كده. هشيل اللي في الوسط. طبعا بكل ما بتشيلي القشور البيضة دي بيبقى طعمها حلو قوي، وبتكون لونها كمان برتقاني زي ما هتشوفوا دلوقتي. هي خطواتها في منتهى البساطة، المربى بتتعمل بكل سهولة. تقول كده خلاص انا خلصت الكمية اللي معايا، ودول كوبايتين من السكر. الكوباية دي مش كبيرة قوي. وهبدأ اقلبهم كده مع بعض. افضل اقلبهم كده قبل ما ارفعهم على النار، بقلبهم كده. بفصصهم كده عن بعض. بقلب كويس كده مع بعض. وعلى طول جبت حلة، وهبدأ افضيهم فيها كده، وهرفعهم على النار. بصي، بيبدأ كده النار دي متوسطة، بقلبهم تقليبة كده. دي اول بداية الغليان، دي اول بداية. علشان هضيف اضافة كده. بقلبهم كده اول ايه، دي في اول غلوة. قلبتهم بالمعلقة وضفت ايه نص عصير ليمونة. هضيف ليمونة كاملة، وهضيف النص التاني. ومعاها كده ايه نار متوسطة، بتاخد معاكي يجي نص ساعة. بصي اللون ده طبعا هيتغير خالص دلوقتي. هنعمل حاجة كده وهتشوفوا دلوقتي. لما شوفوا هي كده يعني ايه، مش محتاجة ضرب. في ناس بقى ايه، بصوا انا خدتها ضربتها في الكبة عشان تديكي القوام ده، ولونها بيفتحها كده. اول ما بتضربيها في محضرة الطعام بتطلع معاكي مربى تحفة زي ما انت شايفة كده. شايفين لونها؟ بجد لازم تضربيها في محضرة الطعام عشان تديكي اللون ده، وقوامها بيكون ناعم كده، تفرديها في العيش. بصوا انا هبدأ كده افضيها في برطمان. طبعا الكمية دي كتيرة، هنفضي في البرطمان وهيتفضل شوية. هبدأ افضيها كده في البرطمان زي ما انت شايفة كده. يلا بقى على طول نعمل الكيك، بجد تحفة. هنحضر الكيك دلوقتي. معايا بولة ومعايا برتقانة او يوسفي، الكيكة دي بتنفع بالاتنين. هبدأ كده اعصرها، وابدأ اخد ميتها. طبعا البذر اللي بيقع ده انا هشيله بالمعلقة، بس الاول اخد المية بتاعت البرتقان. هبدأ اعصرها كده بايدك، مش محتاجة منك اي حاجة الا بايدك بس وتعصريها. انا شلت البذر كده خلاص. ده عصير البرتقال فريش. هبدأ اضيف عليه كوباية الا ربع من السكر، وهبدأ اضيف نص كوب زيت.
وهبدأ اضيف فانيليا واقلبهم كده مع بعض. جبت المضرب عشان يسهل عليا وابدأ ادوب في السكر كده، وهبدأ اضيف معلقة صغيرة من عصير تانج بالبرتقال عشان يدي لون، عشان يخلي لون الكيكة بس ايه لونها برتقاني. ببدأ كده ادوب في السكر كويس، وهبدأ اضيف ربع كوب من المية. مقادير الكيكة دي برضو هتلاقوها في صندوق الوصف، السهم اللي جنب الفيديو بتضغطي عليه بتلاقي المقادير. ببدأ اضيف كوباية دقيق، طبعا هي هتاخد كوبايتين الا ربع من الدقيق. بضيف الكوباية الاولانية ودي معلقة بيكنج باودر، بس هقلب دول الاول وبعد كده هضيف باقي الدقيق في اتجاه واحد كده، وابدأ اضربهم وابدأ اقلب كده، اضيف الدقيق شوية بشوية واقلب. والدقيق اللي في اطرف الطبق بتشيليه كده، كل الدقيق اللي في الاطرف بتشيليه بالمضرب وتدخليه في الخليط. طريقتها سهلة خالص وهتطلع دلوقتي النتيجة هتشوفيها. قوامها خلاص كده معايا، بصوا القوام عامل ازاي. ببدأ اجيب صينية صغيرة وابدأ ابطنها كده بالدقيق، وابدأ اضيف فيها الكيك بتاعك. بكون مسخنة الفرن، بدخلها على الشبكة، هبدأ ادخلها الفرن. بس الاول ايه هخبطها كده خبطتين تطلع فقاعات الهواء، هدخلها الفرن وهرجع لكم. بصوا بجد يعني ارتفاعها حلو خالص بجد، طالعه حلو قوي ولونها كمان. لسه هختبرها الاول بالخله ولسه هقطعها قدامكم واوريكم قد ايه يعني من جوه حلوه ازاي. هسيبها تبرد كده قبل ما اقطعها، تسيبيها تبرد خالص، بعد كده هقطعها تكون بارده، علشان لو قطعتيها وهي سخنه هتهبط منك. هبدأ اقدمها واوريها لكم. شايفين بجد حلوة خالص، مكونات اقتصادية بجد. اتمنى تجربيها، طريقتها سهلة وبسيطة. اتمنى تضغطي لايك للفيديو.